السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم عن جديد بقناتي. اشتقت لكم حيل وميل ورجعت لكم فيديو جديد. حابة أتشكركم على لايكاتكم على الفيديو الماضي لما قلت لكم حطوا لي لايك على الفيديو. عن جد بناس كثير حطت لي لايكات على الفيديو وما قصرت، وعن جد لسه الدنيا بخير ولسه بعالم تحب الخير للناس الثانية. عن جد يعني ما تصورت انه حدا يتفاعل معي لهالدرجة يعني. بس بدكم نذكركم دايما باللايك على الفيديو. ف عن جد شكرا من كل قلبي لكل حدا حط لي لايك على الفيديو الماضي. والفيديو الحمد لله ما شاء الله ارتفع لفوق حوالي 400 مشاهدة وصل. كله هذا بسبب لايكاتكم. شكرا عن جد شكرا، ولا تنسون تحطوا لي لايك على هذا الفيديو. هاي بداية الفيديو شفتوا ميلا مقاطع قبل بنهار كنت مصورتها ونزلت لكم اياها بالفيديو الماضي، بس حطيتها بالفيديو هذا. الحمد لله صارت اشوى. اليوم جو مطر، شفتم شايفين انه بلش منخفض مطر عام يعني بلبنان بسوريا بكل المناطق. ما شاء الله الله يبعث الخير. فاليوم حابة اسوي يخنة فروج، ووصيت ابو مالك على اغراض وراح جاب لي اياه. جاب لي كيلو فروج، ما شاء الله الفروج طالعة عظيمة. صاير الكيلو حوالي 110,000 كيلو الفخاذ. فجاب لي كيلو فخاذ. شفت مجهزة الخضرة اللي بدي احطها على الفروج، وبلشت هيك اسوي اطبخ بالفروج. فحطيت الفروج والمنكهات، الورق غار وعيدان قرفة، وعندي هذول البصل مكثرة بصل لانه احنا نحب البصل باليخنة الفروج. بس هي بصلة واحدة تكفي يعني. عندي جزرتين فرمتهم وبدي احطهم. أنا بيخنة الفروجة أحب الخضرة يعني البطاطا الجزر البصل. الثوم أهرسه ناعم يعني ما أحط درس ثوم على حال بيه. البطاطا سويتها خشنة بهالشكل هذا لأنه ما أحبها خشنة تكون، وكل واحد يسوي على ذوقه. وهي البطاطا تستوي يعني ما يستوي الفروجة إلا منتهية، فما يصير أزقر القطعة يعني. فرمتها خشنة وحطيت الخضرة كلياتها، بس والله ناقصها فليفلة، بس عادي يعني يمشي حالها بلا فليفلة، بس ما كان عندي بالبيت وما حطيت. عندي هذا نص ضرس ثوم جهزته حتى أحط نصه هسه ونصه بس تقرب تستوي. عندي شايفين هنا صورت المكان بعد ما خلصت طبخت طبختي وغطيت عليها حتى تشوفون. أقولكم إنه هنا ضفت مي وهسه أغطي عليها، وبعدين بس تقرب تستوي أضيف لها شغلات ثانية. إنه أني بس أسوي طبخة يكون ما أوسخ كثير ورايا، بس لما أبو مالك يقرر يفوت على المطبخ يصير كارثة بعد ما يخلص الشغلة اللي بده يسويها، حتى لو إنه بده يحط حواضر. هنا عندي غسيل، هذا الغسيل كان على الحبل غسلته قبل بيوم، نزلته بدي أعزله وعزله وصفته. ميلا نهار الأحد تخربطت علينا كثير يعني تخربطت حيل يعني. ليش؟ بأسباب إنه خطأ طبي إحنا أخطأناه معاه. فقلت أقولكم هالخطأ اللي أخطأناه معاها عسى إنه أنتم تستفيدون، واللي ما عنده خبرة وما عنده فكرة عن هالموضوع تكون عنده فكرة وخبرة. إنه هي كانت بأسباب أسنانها صار عليها حرارة وإسهال خفيف واستفراغ. إحنا رحنا نطيناها تحاميل سخونة، بس هذول الأثاري إنه ما يصير إنه هي يكون عليها تكون بها استفراغ وإسهال، ما يصير نعطيها تحاميل سخونة أو أبر سخونة. لازم نعطيها بنادول كل 6 ساعات أو كل 8 ساعات. فإحنا ما كان عندنا خبرة وعطيناها تحاميل. تعالوا شوفوا مش صار عليها يعني، لحقناها بآخر لحظة. ما نهار أحد كلها مسكرة، كل الصيدلانيات والصيدليات والدكاترة كلهم مسكرين. فما لقينا دكتور للأحد بالليل بعد المغرب حوالي أذان عشاء. الحمد لله لقينا لها دكتور وسوالها فحوصات وتحاليل، طلب عليها تحاليل وخذيناها على المشفى سوينا لها التحاليل
وهسه صارت أشوى، هسه الحمد لله كتب لها علاج ودوا، صارت أشوى عليه يعني اتحسنت. بس يعني إحنا ما كانت عندنا فكرة إنه ما يصير نعطيها التحاميل السخونة وهي عليها، وهي مستمسكها إسهال واستفراغ. فقلت أسولف لكم تا اللي يمر عليه وضع بعيد وبرا يعني تكون عنده فكرة، يلي ما عنده فكرة. هنا استوت طبختي، بس قبل ما انزلها حطيت عليها دبس بندورة، دبس فليفلة، كمون وثوم مهروس وبهارات السبعة وبس. يعني يمكن، بس يمكن انه بهارات الله وكيلكم فكري مو عندي، انا دميلة يعني ما اعرف، حاسة حالي بهالفترة ما قاعدة اجمع. جهزت الصينية المنسف مثل ما شفتم، حطيت رغيف خبز وخبز شقفته حطيته، حطيت المرق أول شي، وبعدين صفيت الفروج والخضرة معاها. بدها شي يكسر اللون، مثلا فليفلة خضرة أو بقدونس يكسر اللون، بس ما كان عندي متوفر. المهم جهزت هالمنسف، الحمد لله اني سويت هيك طبخة وبنتي مرضانة طلع معاي شي يعني. وعندي هذا البصل والفجل حدهن، والحمد لله أكلنا وشبعنا. هين ميلا هاي اللقطات صورها أبوها لما كنا بالمشفى، هي تتحرك هيك وحركتها ماشي حالها لما نطلعها من البيت، أما بالبيت يا أمي يعني ما تحرك من مكانها. فهنا زاد عندي هذول الحصر اللي مادهم بالممر والدعسات، كانوا عندي وسخات غسلتهم، لأنه أبو مالك معطل أقدر أشتغل بكيفي يعني، أما لو إنه مو معطل كان أنا الحسين ما أعرف شنو صاير معايا. شطفت زاد هذا الكنيدور، وعندي سلة غسيل الميلة كلياتها بدها غسيل، وبدي أساتين أنشف هذا الممر وبعدين أمده لأنه عندي ثانيات، حصر ثانيات أمده بيه. هين بعد ما نشفت هذا الممر صار عندي هيك كذا أمده، وأخلي مالك خلي أبو مالك يطلع الولاد على الصالون. هين سبحان الله الصبح كانت مطر للظهر، قبل المغرب بشوي شمس الجو، بعد المغرب حوالي المغرب أذان المغرب زاد رجعت تمطر الدنيا عندنا هنا. هذا فيديو اليوم، أشوفكم فيديو جديد، في أمان الله.